السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد بأخبار جديدة. أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في تنزانيا قبل مواجهة يوم الثلاثاء. تصريحات لاعبي المنتخب المغربي وجدية كبيرة أثناء التدريبات. والمهدي بن عطية سيتم تعيينه كمدير رياضي لأحد الأندية الكبيرة في فرنسا. نخليكم دابا مع التفاصيل، ولكن قبل ذلك نتمنى لكم تضغطوا على جيم والاشتراك تحت الفيديو باش توصلوا ديما بالجديد. وصل المنتخب الوطني المغربي إلى تنزانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبعد الخلود للراحة والترتيبات الأخرى المنتخب المغربي خاض أول حصة تدريبية له بدار السلام استعدادا للمواجهة ديال المنتخب التنزاني يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثانية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. الأجواء كانت جيدة وسط حماس من اللاعبين ورغبة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة من بعد ما منتخب زامبيا حقق فوز كاسح برباعية يوم أمس. فنخليكم مع بقية الصور ديال أول حصة تدريبية للمنتخب المغربي في تنزانيا. بالنسبة لبعض تصريحات لاعبي المنتخب الوطني المغربي بخصوص المواجهة المنتظرة أمام منتخب تنزانيا يوم الثلاثاء القادم في ثاني جولات تصفية إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. فالبداية بما قاله عبد الصمد الزلزولي مهاجم نادي ريال بيتيس المنتخب المغربي، حيث قال في تصريحات للقناة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جاء في تصريحاته ما يلي: لقد وصلنا اليوم إلى تنزانيا للتأقلم مع أجواء المناخية والطقس. نعمل بكل جدية استعدادا لمواجهة تنزانيا في التصفيات. نحن جاهزون لهذه المواجهة ونعمل بشكل جيد وموحد، حيث تنتظرنا كأس إفريقيا القادمة ولكل مواجهة وقتها المناسب. كذلك بلال خنوس أدلى بتصريحات صحفية للقناة الرسمية ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جاء فيها ما يلي: الحمد لله هناك أجواء جيدة داخل المجموعة، نواصل الاستعدادات لنكون جاهزين لهذه المباراة. نسينا كأس العالم الماضية، الآن نفكر في المستقبل، خاصة الكأس الإفريقية وكذلك تصفيات المونديال. وكعين على الخصوم ديالنا في المجموعة ديالنا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فيوم أمس منتخب زامبيا كما قلنا فاز على منتخب الكونغو ب4 أهداف لهدفين. اليوم منتخب تنزانيا اللي غادي نواجه يوم الثلاثاء تمكن من الفوز على منتخب النيجر بهدف ل0، وبالتالي فإلى حدود اللحظة منتخب زامبيا متصدر المجموعة ديالنا ب3 نقاط، خلف تنزانيا ب3 نقاط فقط بفارق الأهداف على منتخب زامبيا. المنتخب المغربي كما قلنا سابقا مطالب أنه يفوز ويحقق نتيجة عارضة إن شاء الله لما لا على منتخب تنزانيا، وعندنا القدرة والإمكانية أن نفوز بنتيجة كبيرة، ولكن
منتخب تنزانيا ليس بالخصم السهل إلى تلك الدرجة. والختام بخبر يتعلق بقرب تعيين الدولية المغربية السابقة المهدي بن عطية كمدير رياضي لأحد كبار الأندية الفرنسية. الأمر يتعلق بداية بنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي اللي سبق يعني المهدي بن عطية أنه لعب في فئاته السنية في بداية مشواره الاحترافي، فبحال ممكن نقولوا أنه غادي يرجع لأحد الأندية اللي انطلق فيها كمدير رياضي. نعطيكم بعض التفاصيل اللي ذكرتها صحيفة لا بروفانس الفرنسية بخصوص هذا المنصب الجديد غادي يعني يتولاه المهدي بن عطية في نادي مارسيليا. فالصحيفة أكدت أنه انطلاقا من بداية الأسبوع القادم غادي يباشر المهدي بن عطية عمله كمدير رياضي لنادي أولمبيك مارسيليا من بعد ما يعني اتفق مع الإدارة ديال مارسيليا على كافة الشروط وعلى يعني جميع التفاصيل الخاصة بالعقد اللي غادي يسنيه معهم كمدير رياضي. لا بروفانس أكدت أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين رئيس أولمبيك مارسيليا الإسباني بابلو لانغوريا والمهدي بن عطية باش أنه يكون كمدير رياضي بصلاحيات محدودة وكذلك بعقد غير مباشر مع الفريق الفرنسي. فبمعنى أوضح أنه غادي يكون مدير رياضي ولكن ما غاديش يكون عنده صلاحيات كثيرة بزاف مع الفريق. ذات المصدر أكد أنه من المرتقب أن المهدي بن عطية غادي يرافق بعثة الفريق المسافرة إلى ستراسبورغ لمواجهة الفريق المحلي في الدوري، وغتكون هذيك المواجهة هي الانطلاقة الفعلية لبن عطية كمدير رياضي. أما بالنسبة للصلاحيات اللي قالوا هما محدودة، فهو غادي يكون يعني مشرف على الفلسفة الرياضية للنادي خصوصا في ملف إبرام التعاقدات وملف اللاعبين بصفة عامة. غير هو مقارنة مع المدير الرياضي السابق، فهم شافوا أنه المدير الرياضي السابق كانوا عاطينه صلاحيات بزاف وهذا الشيء تسبب لهم في مشاكل معاه النيت ومشاكل في الإدارة، فقرروا أن المدير الرياضي اللي غادي يجي ما غاديش يكون عنده صلاحيات كثيرة بزاف وبن عطية هذا الشيء باش اتفقوا مع أن ما تكونش عنده صلاحيات موسعة داخل النادي. فماشي استصغار بالمهدي بن عطية، إنما المشاكل اللي وقعت للنادي مارسيليا مع المدير الرياضي السابق خلاتهم أنهم يحاولوا يقلصوا من المهام ديال المدير الرياضي اللي غادي يجيبوه للنادي. وللإشارة فالمهدي بن عطية عنده شركة ديال إدارة أعمال اللاعبين، لعل أبرز اللاعبين اللي كيدير أعمالهم عز الدين أوناحي هو اللي يعني كان سبب أنه انتقل لنادي أولمبيك مارسيليا. البعض كينتقدوا على هذه الخطوة. عموما كيبقى المهدي بن عطية من أفضل اللاعبين اللي دازوا على مر التاريخ في المغرب كلاعب، اللي أنه لعب في كبار الأندية في بايرن ميونخ، في يوفنتوس، في مارسيليا وروما الإيطالي. والله يسهل عليه في هذا المنصب الجديد اللي غادي يولي لاعب مغربي كيشغل منصب مدير رياضي في نادي كبير بحال نادي مارسيليا. راه هذه شي حاجة اللي ما سهلاش ولا تقل أهمية على فاش كان تيلعب في أندية كبرى بحال بايرن ميونخ وغيرها. هذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو. اتمنى تشاركوني بالآراء ديالكم في التعليقات، ما تنساوش تخليو لنا واحد لايك، اشتراك في القناة. السلام عليكم.